هي الغيابات بسبب الإصابات، زائد بأننا لم نبدأ بالتشكيل الصحيح. ياسر ماذا يقول؟ هارد لك طارق، تشير للجماهير، جماهير الكرة العربية عموما. ودعنا تونس ثم نودع السعودية، والدموع حضرت من مدرجات كلا الفريقين المنتخبين اليوم هنا في ملعب البروسيل نظرا لخروجهما معا. كابتن ياسر القحطاني يرحب بك مجددا. لماذا خسرت السعودية هذا اليوم، أو لماذا خسر منتخب السعودية بعد الآمال الكبيرة التي علقت عليه؟ أولا نقول الحمد لله رب العالمين، وهارد لك لكل الجمهور السعودي، هارد لك لنجومنا الأبطال. إذا حنتكلم عاطفيا ومنطقيا فنحن فخورون جدا بهذه الأسماء، فخورين بكل ما قدموا هؤلاء النجوم من عطاءات. يعني لا تنسينا خسارة اليوم ماذا فعل هذا الأبطال، ولكن هذه هي كرة القدم. مباراة اليوم أنا أعتقد أن اللي تحمل خسارة مباراة اليوم هو رينالد. بداية غير جيدة في التشكيل، عدم تعامل صحيح أثناء المباراة، يعني تغيير المراكز بين أكثر لاعب ولاعب غير مبرر فيه. كان يملك كثير من الخيارات عوضا عن اللعيبة سواء كانوا المصابين أو حتى الموقوفين، ولكنه تفضل أن يتعامل مع المباراة بشكل آخر. أنا أعتقد وعندي قناعة دائما أقولها أنه متى ما بين المدرب للاعيبته أنه هو خايف من الخصم وتعامل مثل ما تعامل مع مباراة اليوم بكيف كيف أتعامل مع نقاط قوة المنتخب المكسيكي، ونسي أنه يملك نقاط قوة، تعامل هو بالذات معها واستغلها واستخدمها في مباراة الأرجنتين وكان الأفضل، في مباراة بولندا وكان الأفضل رغم الخسارة. اليوم لأول مرة يظهر المنتخب السعودي بشكل مرتبك، بشكل خائف، والدليل الأسماء اللي لعبت وتغيير المراكز. هذا أربك صفوف الفريق، وهذا أربك اللعيبة حتى معنويا ونفسيا، وكأن الحلول غابت كابتن ياسر. نعم. يعني عندما تفتقد 4 ركائز أساسية بسبب أو 4 ركائز أساسية بسبب الإصابة أو الإيقاف، سلمان الفرج، ياسر الشهراني، المالكي، البريك، هل هذا يشعرك انه بالفعل المدرب وكأنه يجرب اليوم عناصر جدد في مواقع جديدة على مستوى التشكيلة؟ مما لا شك فيه يا ابراهيم، الغيابات كبيرة ومؤثرة، ولكن التغيير او التبديل او الاسماء اللي اختارها عوض عن الاسماء الغائبة كانت يعني مفاجئة صراحة. علي البليهي لاعب كظهير ايسر وهو لاعب عمق، وهو يملك خيار انه يلعب بسعود عبد الحميد او حتى يستعين بناصر الدوسري في الدكه. كذلك في خط وسط الملعب الاستعانه بسعود عبد الحميد، وهو كان احد اهم نقاط القوه لدينا في الطرف، ويعاز له كلاعب كمحور. كذلك محمد كنو اللي كان من افضل اللعيبه رقميا حتى في المباراتين السابقه، وتميز في خط المحور، استعان به كصانع لعب، وهو مركز لم يسبق له اللعب فيه. بالفعل هذا موضوع هذا يربك اي فريق يعني. ولكن نعم. ولكن خلينا نكون يعني واقعيين. المنتخب قدم اللي عليه واكثر. نتمنى ان شاء الله انه نحافظ على هذه الاسماء، نحافظ على هذه الروح، نحافظ على هذا الدعم لهذا الفريق اللي اعتقد انه هو نتاج كل الدعم اللي تلقاه من القياده مولاي خالد محمد الشريفين سمو سيدي ولي العهد، وكذلك وزاره الرياضه الامير عبد العزيز بن تركي، وكذلك الاتحاد السعودي الاخ سعاده ياسر المسحل. قدموا شيء الكثير لهذا الفريق، ونتمنى ان شاء الله انه يعوضونا ويفرحونا في القريب العاجل ان شاء الله. تحدثت عن الخيارات الفنيه، لما لا نستمع لإيرفي رينار معنا الان او بتصريحاته التي جاءت لقنوات بي ان سبورتس مباشره بعد هذه الامسيه. هي خيبة أمل كبيرة بسبب النتيجة والمخرجات، ليست خيبة أمل كبيرة. أعتقد أننا لم ندخل في المباراة فيما يخص النسق السريع وبخصوص وفيما يخص الحضور البدني كانوا أحسن منا. كنا دائما نحاول أن نقاتل من أجل الكرة، ولكن كنا دائما بطيئين ومتأخرين.
تقبلنا هدفين من ضربتين ثابتتين. أتيحت لنا بعض الفرص وكان بالإمكان أن نسجل أكثر من هدف، ولكن حينما تكون مجبرا على الفوز هل ستسد كل المساحات والمنافذ؟ أعتقد أن النتيجة بواقع 2-1 لا تعكس ما حصل في المباراة. كان بإمكانهم أن يفوزوا بنتيجة أكبر. أنا أعرف وأن هذه اللحظة خاصة حينما تفكر في الإنجازات التي قمت بها صحبة اللاعبين، قدمت عطاء كروي جيد جدا ضد بولندا. هل أنت سعيد بما حققته في المباراة الأولى والثانية؟ هذه الليلة أنا لست سعيد. عقلية الجماهير ومزاج